يا مساء الهنا والسعادة على احلى متابعين لقناة حلو وحادي مع مريم. وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم تحلية سهلة وسريعة وبسيطة وكلنا بنحبها وبنعشقها. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ خطيرة جدا. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. اول حاجه هنا بعملها بجيب البايركس بتاعي. لو انت عندك صينيه مفيش مشكله، او كاسات او بولات اللي متوفر عندك اعملي فيه. معايا هنا بسكوت اولكر ساده او اي بسكوت، بس اهم حاجه يكون عندك ساده. تمام كده. انا هنا كنت مفكره ان انا بصور، لكن للاسف لقيت الفيديو مقطوع عندي. معايا هنا حوالي نص كوباية من اللبن، تمام، اللبن الدافي، وعليه معلقة صغيرة من السكر، وبسقي فيهم البسكوت بالشكل ده، وبرصه لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. انا هنا هعمل طبقتين من البسكوت. لو انت عندك كيك ممكن تعملي طبقة من الكيك، وهفضل اكرر لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. التحلية دي سهلة وبسيطة، من غير فرن ومن غير اي حاجة خالص. لا هتحتاج مننا سكر ولا زيت ولا اي حاجة. هتعمليها كل يوم وهتسعدي بيها اولادك، وان شاء الله هتعجبك جدا. خلاص انا خلصت الكمية بتاعتي. هنشوف الخطوة اللي بعدها هنعملها ازاي. اول حاجة بعملها بجيب الحلة بتاعتي وبحط 4 كوبايات من اللبن او الحليب، والحليب هنا يكون مغلي وبارد. لو انت واثقة من اللبان بتاعك ما تغلهوش، تمام. معايا 4 معالق من الكاستر. يعني هنا لكل كوباية من اللبن عليها معلقة كبيرة من الكاستر. وده شكله. ومعايا حوالي 10 معالق كبيرة من السكر. والسكر ده طبعا زي ما اتفقنا حسب الرغبة، بس انا هنا السكر كان معايا مظبوط جدا. وبعد كده بقلب الخليط بتاعي على البارد علشان ما يتكتلش مني. هستمر في التقليب بالشكل ده لحد ما يدوب معايا السكر والكاستر. وبعد كده هرفعهم على النار واستمر في التقليب. ما سيبهوش ولا دقيقة واحدة، علشان لو انت سبتيه هيتكتل معاكي وهو شكله مش لطيف خالص. خدي بالك ان الحلة الصاج دي بتخلي الحاجة تتحرق معاكي من تحت، فلازم تستمر في التقليب علشان يبقى شكله قوامه ناعم جدا. الخليط بتاعي بدأ يتقل معايا بالشكل ده. اول ما يغلي ويعمل لنا فقاقيع كده هقفل النار على طول. هو ده القوام اللي انا عايزاه. هقفل النار بتاعتي ونشوف الخطوة اللي بعدها. واجيب البايركس اللي فيه البسكوت. أنا لازم احط الخليط وهو سخن علشان يتفرد معايا بكل سهولة، علشان لو برد هيكتل منك. طيب لو انت ملحقتش وبرد منك هتعملي ايه؟ هتجيب الهاند بلندر او تجيب المضرب الكهربائي وهتخلطيه كده علشان يديك القوام الناعم، وهتفرديه وهيبقى كويس معاكي جدا وكريمي. شايفين اتفرد معايا ازاي بكل سهولة؟ وطبعا لو في اي حاجة في الحلة هننزلها كلها. تمام كده. هنشيل البايركس بتاعنا ونحطه على جنب لحد ما يبرد ونشوف هنعمل ايه. هنجيب هنا 2 باكو من الجيلي، وهنحط معانا 3 كوبايات من المية المغلية حسب القوام اللي انت عايزاها تمسك بسرعة تحط 3 كوبايات من المية المغلية. وهنقلب فيهم الجيلي. العبوة دي 2 في 1. وهستمر في التقليب لحد ما الجيلي يدوب معايا.
وهحط هنا الكوباية الرابعة من المية الباردة. يعني أنا هنا حطيت 3 كوبايات من المية المغلية، وحطيت عليهم بعد كده كوباية واحدة بس من المية الباردة. ومعايا هنا شرايح من الموز، ممكن تستغنوا عنه، مفيش مشكلة خالص، أي فاكهة متوفرة عندك حطي. بس بصراحة الموز بيليق جدا مع الوصفة دي، بيبقى طعمها لذيذ جدا. هخلص الكمية بتاعتي وهرجع لكم. انا خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. وهجيب الجيلي بتاعي اللي انا كنت طبعا عملته معاكم وحطيته بره التلاجة مش جوه التلاجة، علشان ما يتجمدش معاكي، ولازم يكون بارد علشان ما يسيحش معاكي اي حاجة من الطبقات اللي احنا عاملينها. وهحط الجيلي بتاعي هنا بالمعلقة، ما تصبهوش مرة واحدة، لان انت لو صبتيه مرة واحدة كل الطبقات بتاعتك هتبوظ منك. ولو بتعجبك وصفاتي اعملي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. خلاص كده الوصفة بتاعتنا خلصت، هدخلها التلاجة ولما تطلع هوريها لكم. وده شكل الوصفة بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجة، خدت معايا بالظبط حوالي 4 ساعات. هنقطعها ونشوف قوامها وجمالها وحاجة كده من الآخر. طبعا تحلية سهلة وبسيطة وما بتاخدش منك وقت خالص. اول حتة دي طبعا مش هتنفع للتصوير خالص، لان العيال مستعجلين وعايزين ياكلوها بأي طريقة. صراحة طعمها جميل جدا. هتعجبكم ان شاء الله، جربوها وهتدعولي. هوريكم دلوقتي كمان القطعة دي، شايفين شكلها رهيب جدا. يلا نقطعها ونشوف القوام بتاعها عامل ازاي. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد، وحطوا اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ خطيرة جدا. ألف هنا وشفا للي كال، وألف هنا وشفا للي شاف. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي.